ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. الفترة اللي جاية ان شاء الله هتشوفوا الهواتف اللي زي دي منتشرة بكثرة داخل عالمنا العربي، زي ايه؟ زي الانفينكس وزي الاي كيو وغيرهم، وده لان الهواتف بصورة عامة اسعارها اصبحت غالية جدا ومبالغ في قيمتها، فالناس بقت بتدور على هواتف ما زال مواصفاتها قوية وكويسة، وفي نفس الوقت تعيش معاك وما يكونش أسعارها غالية، بالعكس تكون أسعارها معقولة، زي الهاتف إن شاء الله اللي هنتكلم عليه النهاردة أو اللي هنحكي عليه النهاردة اللي هو انفينكس هوت 20. شركة انفينكس أعلنت عن هواتف الهوت الجديدة داخل الأسواق العالمية والعربية، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم بشكل مفصل عن هاتف انفينكس هوت 20 باعتباره أول هاتف في السلسلة دي. تعالوا الأول نفتح الكرتونة ونشوف إيه اللي موجود جواها، وبعدين نتكلم عن المميزات والعيوب والسعر وكل حاجة عنه بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الهاتف. خلينا نشوف إيه اللي موجود داخل الكرتونة. طبعا أول حاجة هيكون موجود الهاتف زي ما انتم شايفين، ده اللون البنفسجي بتاعه. هنتكلم عن الألوان كلها بالتفصيل، عن كل حاجة عنه بالتفصيل. أما باقي الكرتونة هيكون موجود فيها الدبوس المعدني اللي بفتح بيه او بركب بيه الشرائح. يا جماعه ده المفروض ان انا بعمل سكان للكود ده وبينزل ابلكيشنز على التليفون فور فري، طبعا بالاضافه لكفر شفاف علشان التليفون. واخيرا ادابتر الشحن اللي قوته 18 واط، هنتكلم عنه بالتفصيل لما نروح لنقطه البطاريه. واير الشحن اللي هو يو اس بي تايب سي علشان يدعم الشحن السريع، والسماعة السلك الاي يو اكس. هي دي كامل محتويات العلبة بتاعت الانفينكس هوت 20. تعالوا بقى نبتدي بالتصميم ونعرف كل حاجة بالتفصيل عن الهاتف ده. واحنا بنفتح الهاتف تعالوا نتكلم على التصميم بتاعه وخامات التصنيع. زي ما انتوا شايفين الهاتف بالكامل مصنوع من البلاستيك، ظهر من البلاستيك واطار جانبي برضه من البلاستيك. الاطار الجانبي بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على زر الباور، ازرار التحكم في الصوت، منفذ السماعه السلك الاي يو اكس، منفذ الشحن اليو اس بي تايب سي، والسماعات الخارجيه، بالاضافه للدرج بتاع الشرائح اللي بركب فيه الخطوط. اما الواجهه الاماميه للهاتف زي ما انتم شايفين تيجي مع ثقب اللي موجود بيه الكاميرا وحافه سفليه كبيره. ودلوقتي عايز اقول لكم على الوان الهاتف. الهاتف بيجي باربع الوان، اللون اللي معانا ده اللي هو البنفسجي، ولون تاني ابيض، ولون تالت اسود، واللون الاخير اللي هو الازرق. وزن الهاتف 198 جرام. الانفينكس هوت 20 بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع، وكمان تقدر تركب فيه شريحتين اتصال من نوع نانو سيم. دلوقتي نبتدي باهم حاجه في التليفون وهي الشاشه بتاعته. اول حاجه هنبتدي بيها طبعا حجم الشاشه. ده الشاشه كبيره جدا زي ما انتم شايفين، حجم الشاشه 6.8 انش، نوعها اي بي اس ال سي دي، ودقتها 720 في 1640 بكسل بكثافه بكسلات 263 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. الشاشة دي تستحوذ بالظبط على 83% من الواجهة الأمامية للموبايل. معدل تحديث الشاشة كويس لأنه 90 هرتز. أما أقصى سطوع للشاشة فهو 500 شمعة علشان تقدر تستعمل التليفون تحت أشعة الشمس القوية، ولكن 500 شمعة ما هواش أقوى حاجة. بس ما تنسوش ان احنا بنتكلم على هواتف لسه جديدة ولسه بيجربوا فيها، مواصفاتها عالية وفي نفس الوقت سعرها بسيط، هنعرف في اخر الفيديو. خلينا نتكلم على السماعات الخارجية بتاعة الانفينكس هوت 20. السماعات الخارجية دي نوعها استيريو، علشان كده صوتها عالي جدا وهتديك تجربة صوتية ممتازة. اما بقى المعالج بتاع الهاتف فزي ما انتم شايفين هيليو جي 85، ده البروسيسور بتاعه اللي هو يعتبر متوسط، مش سريع وما هواش بطيء، طبعا بمعماريه 12 نانو واوكتا كور. اما معالج الرسوميات اللي هو الجي بي يو او اللي هو الجرافيكس بتاع التليفون هو ميل جي 52 ام سي 2،
بصمة الإصبع بتاعة الانفينكس هوت 20 مدمجة في نفس زر الباور ده، أو لو مش حابب ممكن أفتحه وأقفله عن طريق بصمة الوجه من خلال الكاميرا الأمامية أو بالطرق التقليدية العادية زي الباسورد. طبعا زي ما شفنا في منفذ للسماعة السلك AUX، والسماعة موجودة داخل الكرتونة، فمش محتاج تشتري أي أكسسوري للتليفون. المساحة الداخلية بقى بتاعة الهاتف في منه نسخ كتير على حسب الدولة اللي انت فيها. يعني في عندك 128 جيجا مع 4 جيجا رام. 7 جيجا رام دي لان هي 4 في الاساس، وممكن انا ازيدهم 3 جيجا رام في حالة الالعاب، وهعرفكم ازاي من داخل الاعدادات. وفي نسخة تانية هتلاقيها برضو 128 جيجا ولكنها مع 6 جيجا رام. في حاجة مهمة جدا، وهو انك المكان اللي بتركب فيه الشريحتين الاتصال نانو سيم هنا كده، بخلاف ان انت حاطط شريحتين في نفس الوقت، ممكن ازيد ميموري كارد لحد 1 تيرا لحد 1000 جيجا في نفس الوقت مع الشريحتين. ده على سبيل مثلا ان ال 128 جيجا يعني ما هماش مكفينك. الانفينكس هوت 20 بيشتغل او بيعمل بواجهة تشغيل XOS 12 مبنية على نظام اندرويد 12، وبيعتبر النظام ده هو الأحدث داخل الفئة السعرية الاقتصادية دي للهواتف بشكل عام. الواجهة الأمامية دي فيها بعض الخصائص المفيدة زي مثلا دعم الوضع الليلي، وضع القراءة، وحماية العين. دلوقتي بالنسبة للناس اللي حابة تعرف ازاي تزيد الرام او السرعة بتاعة الجهاز لما تكون بتلعب العاب قوية من 4 جيجا رام الى 7 جيجا رام، كل اللي عليك هتعمله انك هتروح على الاعدادات وتكتب في السيرش هنا كلمة رام، هيوديك على الرام. اضغط عليها هيجيب لك مواصفات الهاتف زي ما انت شايف، البطارية، الرامات، السرعة، الحاجات دي. روح على كلمة رام اللي هي دي، طبعا زي ما انتم شايفين الرام 4 جيجا. بعدين اضغط هنا هيجي لك زي ما انت شايف 1 جيجا، 2 جيجا، 3 جيجا. يعني اذا انا ضغطت على 3 او على 2 او على 1 هزيد الرام من 4 كده تبقى 5، كده تبقى 6، وكده تبقى 7 رام. دلوقتي خلينا ننتقل لحاجه مهمه جدا، وهي الكاميرا بتاعه الانفينكس هوت 20. زي ما انتم شايفين 1 2 3، ولكن للاسف هم عدستين اتنين. في عدسه او في فتحه زي ما انتم شايفين هي ما هياش كاميرا. بس خلينا نتكلم على الكاميرا الرئيسيه دي اللي دقتها 50 ميجا بكسل بتدعم التركيز التلقائي. وفي كاميرا اللي هي التانية اللي تحت دي، اللي في النص دي مش كاميرا. الكاميرا اللي تحت دي كاميرا إضافية أو كاميرا مساعدة بتستخدم في الذكاء الاصطناعي، وده عيب هنتكلم عنه لما نروح لنقطة العيوب. إن الناس ممكن تفتكر إن هما 3 عدسات زي ما انتوا شايفين، هما عدستين اتنين، التالتة دي ما هياش كاميرا. بالنسبة لكاميرا السيلفي زي ما انتوا شايفين، فكاميرا السيلفي الثقب اللي موجود ده دقته 8 ميجا بكسل. لو عايز اصور فيديو بالكاميرا الاماميه دي او بالكاميرتين اللي موجودين في الظهر، اعلى تقنيه معاك هي 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. كمان اقدر اصور بالتليفون فيديو سلو موشن او بحركه بطيئه. بس الجميل ان في فلاش رباعي، ليد فلاش رباعي. الفلاش اللي موجود في الكاميرا من ورا قوي جدا، فبيدخل كميه ضوء عاليه للكاميرا، فالصوره بتطلع واضحه. طبعا الكاميرا الخلفيه اللي موجوده في الظهر دي بتوفر لك بعض الخصائص المهمه زي الاتش دي ار والبانوراما والفلاتر والبورتري. خلينا نتكلم على حاجه مهمه جدا، وهي البطاريه بتاعه الانفينكس هوت 20. طبعا البطاريه اللي جوه دي غير قابله للازاله، حجمها 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع اللي قوته 18 واط، الادابتر اللي شفناه في الكرتونه جوه، مع منفذ الشحن التايب سي لان الواير الموجود جوه تايب سي. اما اصدار البلوتوث فهو 5.0. الجميل كمان في التليفون انه مزود بمستشعر راديو اف ام علشان تقدر تلقط الموجات الراديو لما يكون مفيش معاك انترنت. طيب دي كانت المميزات بتاعت الانفينكس هوت 20. ايه هي العيوب؟ اول حاجه او اول عيب واضح هو ان الحافه السفليه اللي تحت دي كبيره جدا زي ما انتوا شايفين. تاني حاجة ان جودة الشاشة ما هياش فول اتش دي للأسف، جودة الشاشة اتش دي بلس فقط. اما العيب التالت زي ما كنت بتكلم على الكاميرا، هو الناس اللي ممكن تفكر ان في 3 كاميرات، هي واحدة 50 ميجا بكسل والتانية مساعدة فقط، يعني حتى ما حصلتش 2 ميجا بكسل. طيب الانفينكس هوت 20 سعره كام؟ ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعره $145 او حوالي 5500 جنيه او حوالي 600 ريال سعودي. التليفونات دي هتلاقوها منتشره جدا الايام اللي جايه، مش علشان هي اقوى حاجه ولا علشان مثلا عليها اعلان قوي ولا كده. التليفونات دي هتلاقوها متوفره لان التليفونات بصوره عامه بقت غاليه، والناس بتدور على حاجه يكون سعرها كويس وشكلها مناسب، وده واحد منهم. اللي عنده اي سؤال يكتبوه في الكومنتات تحت. اشوفكم في فيديو جديد وهاتف جديد قريب. سلام.